الصبيت المقلي صوابع بطريقة الحفاظ على الزيت، الطعم والريحة خيال، واخد اللون الذهبي. في أسرار النهاردة في التتبيلة وطريقة النظافة وإزاي أحافظ على الزيت. ونقول الحكاية حلوة، نبتديها بذكر الله وصلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة وأنا بنظف هروح على الراس، هشيلها كده بإيديا وأبدأ أفتحها وأطلع من داخلها القرقوشة أو الجسم الصلب اللي في الداخل، واقطعها بالشكل ده كده عشان برضه ممكن تتقلي. واروح على الاجنحه، فيها حته بلاستيكيه كده بتتشال بسهوله، لازم نشيلها. ونقطع الجناح برضه ويخش في الآلية. ونروح على الجسم بقى، ممكن نحنتفه بالطريقه دي كده، الزيادات نشيلها عشان نقطع بشكل هندسي بالشكل ده كده. بص اهو، صوابع هندسيه قد بعضها، هي دي التقطيعه اللي انا عايزها. هقول لكم بقى على شوية أسرار النهاردة، بس يا ريت ندعم الفيديو كده بلايك، نحط تعليق جميل ونشاركه للغير. والناس اللي بتشوفنا لأول مرة شرفوني بالاشتراك في القناة واعملوا متابعة، عشان لما نشوف بقى الفيديوهات الحلوة اللي هتنزل أهو معاكم كل حاجة خاصة بالمأكولات البحرية والمشويات، أكلات البيت الحلوة وحاجات جميلة قوي. انتظروني. هنا عملية النظافة انتهت والتقطيع الهندسي خلصنا منه. يلا نعمل شطفة بقى حلوة كده، برضه نغسله بعد ما نقطعه. هنروح على التتبيلة بقى، وده أهم حاجة. في ملحوظة اعرفوها بالنسبة للراس، الأطراف بتاعتها كده أو الشراشيب بتاعتها لو كبيرة شوية لازم نفتح الشرشوبة كده من النص، يعني نشرحها عشان ما تفرقعش مننا في الزيت. ممكن ندخلها باختصار يعني في الكفتة، ممكن ندخلها في الشوربة. أنا بقول الكلام ده لو بتحبوها في المقلي لازم تفتحوا الشراشيب لو كبيرة. هنا بقى الليمون والمستردة والثوم، فلفل أبيض، فلفل أسمر، كمون، كزبرة، سنة قرفة بسيطة، شوية ملح، شوية كاري، ممكن بابريكا بقى وأي بهارات حلوة عند حضراتكم بالشكل ده كده حطوها. المقادير بص معايا كده هنعملها ازاي. حوالي ربع كيلو ليمون، علبة مستردة اهو، شوية خل، راسين توم مفرومين بالشكل ده. طيب ممكن نضرب ده كله في الخلاط ونحط معاه فلفل الوان، فلفل رومي، فلفل حامي، ونتبل براحتنا بعد ما نضربه في الخلاط. او ممكن نعمل الخطوات دي: شوية سيبيا اهي اتقطعت، رشة بقى بهارات من الانواع دي، الكاري والقرفة وكزبرة، الفلفل الاسمر، ممكن فلفل ابيض عادي. الناس اللي بتقول لي انت بتحط فلفل والحاجات دي كلها، انا بحب الفلفل بالشكل ده. حطيت الملح والثوم والمستردة. خلوا بالكم اي اسماك بحر احمر ما بتحبش الملح الكتير، خصوصا السيبيا او الكاليماري. يعني لما تيجوا تتبلوها لازم نخلي الملح مظبوط معانا. احيانا بتيجي ملحة من البحر اهو، وبنحط عليها الليمون بالشكل ده كده. وفي ناس طبعا بتخزنها وبتحط عليها ملح عشان اصل ما تفسدش الحكاية ديت. لما تجيلكوا حاجات بالشكل ده تخلي نخلي بالنا اهو عشان ما تطلعش مالحة معانا يعني. بنظبط شوية البهارات تمام، تبلت، دعكتها بايديا كويس، شربت التتبيلة. هو الفلفل الاخضر يا شيف رضا والفلفل الالوان ممكن يطعمها، حطوه مفيش اي مشكلة زي الفل. هنروح على الدقيق، هنحطها في الدقيق شوية ونسيبها تعرق، يعني السيبيا تشرب شوية من الدقيق، عشان الحركة اللي جاية ديت مهمة في عملية الآلية. لو عندكم منخل عادي ممكن تحطها تنخلوها يعني بالمنخل ده، او بايدينا كده نحطها في الشيال. انا سبتها شوية في الدقيق اهو، ابدأ بقى اطلعها. وحركة المية ديت مهمة، ونزولها في الزيت ده اهم، لازم الزيت يكون سخن. اصحاب المطاعم، الناس اللي بتتعلم، الصنايعية، ستات البيوت، ركزوا وانتوا بتقلوا السيبيا، الشراشيب بتاعتها لو تخينة افتحوها نصين عشان ما تفرقعش مننا في الزيت وتطلع معانا حلوة. لو رفيعة مفيش اي مشكلة، مش هتعمل حاجة اهو كده. خلاص قعدت في الدقيق شوية، عرقت يعني وشربت شوية من الدقيق. ابدأ بقى اطلعها على الشيال، ممكن تحت الحنفية واغرقها مية، ممكن ببخاخة وارش عليها مية واغرقها، ولكن الافضل هحط السيبيا كده على الشيال ده واغطسها في المية كلها
حلة مية تكون مليانة بدون اي اضافات، يعني ما فيهاش تلحيسة ولا الكلام ده، لا مية بس. واغطس الشيال كله في المية، واروح بالشكل اللي هتشوفوه ده انزله في الزيت. والزيت عندي اتاكد انه سخن جامد اهو، غطست وطلعت. على فين؟ على الزيت على طول. لازم زيت كتير يا جماعة. بص الحركة دي، بص 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 اهو. عملت ايه؟ حطيتها في الزيت وما حركتش الشيال. ليه؟ عشان ما تتسلخش مننا وتطلع مهرية. لازم اصبر شوية لما الدقيق يمسك فيها كويس، وبعد كده اشيل الشيال واقلبها براها عشان تسيب من بعضها. يا رب يكون واضح الكلام، وبحاول افهم على قد ما اقدر. بس اهم ادعموني، حطوا لايك كده وشاركوا الفيديو لغير. في ناس ياما قوي محتاجة تعرف المعلومات اللي زي دي، فما تبخلوش عليهم، وساهم برضو في الخير وشارك. الله، يا سلام. المقلي جزل، الحاجات الحلوة الجميلة لسه ان شاء الله في جديد، وفي حاجات تحفة هتشوفوها. امتى اعرف انها استوت؟ صلى على النبي. هنعمل ايه؟ لما تطفو على سطح الزيت او تعوم يعني، ابدأ اطلعها. لو اللون ده حلو توكلوا على الله وطلعوها. عايزينها دهبي زيادة، سيبوها شوية في الزيت لما تاخد اللون الذهبي. كده استوت معايا السيبيا. ابدا اطلعها بقى على ورقه زبده واسيبها تهوي شويه، ما لفهاش لو هتطلع تكاويه. اما لو هتتاكل على طول مباشره على السفره، اتوكلوا على الله يلا وقدموها. طبعا السيبيا بتتعمل ايه؟ افضل حاجه هي مقليه. 2 بتتعمل مشويه على الجريلا كده بالخلطه. وان شاء الله هنقدم الطرق ديت، المشويه والايه والطاجن، ومعمولة في الشوربة والكاليماري المحشي، وبتتعمل فاهيتا. كل الحاجات الحلوة ديت مش هتشوفوها إلا على قناتكم، قناة الشيف رضا شعبان فودة. وبص على المنظر كده معايا، الله يا سلام، حلوة قوي. بنعمل ايه في الآخر يا شيف؟ بنجيب شوية فلفل أسمر، كمون، كزبرة، سنة قرفة، ونخلطهم كلهم على بعض، وندي رشة كده عليها عشان تعمل ريحة حلوة. لو اتنقلت من مطعم لشقة او من مطعم لبيت او لأي مكان، وخصوصا بقى لو اترشت عليها كده وهي سخنة وبتاكلها في الوقت الحالي، بتبقى حلوة قوي. دي الطريقة الأولى للسيبيا المقلية. إن شاء الله الطرق القادمة الجديدة، الحاجات بقى الأحلى قريبا بإذن الله. هنعمل إيه؟ متابعة واشتراك في القناة وتفعيل الجرس الكل، عشان لما انزل فيديو يوصل لحضراتكم. كده السيبيا اصبحت معايا جاهزه، طعمه ولذيذه ومفيش احلى منها. ودي رشه البهارات في الاخر. انتظروني في فيديوهات قادمه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.